لما بتيجي تصور مشهد وعايز تنوره، اصعب لقطه بتكون اللقطه الواسعه الوايد شوت، وغالبا هي بتكون اول لقطه بتشتغل عليها في توزيعه النور. ايه اللي بيحصل بقى ساعتها لما بتيجي تنور الوايد شوت؟ المهم يلا بينا نشوف ده بشكل عملي. اول حاجه عشان اعملها عشان انور المشهد هنضلم كل الكشافات اللي قدامنا دي، فمحتاجين نطفي معظمهم ونسيب كشاف واحد بس ينور لنا. طبعا احنا قلنا ان احنا محتاجين نعمل شيب ان في اضاءه جايه من شباك، فهنستخدم الكشاف ده. مش لازم تستخدم نفس التولز اللي احنا بنستخدمها دي، احنا بنفهم ايه الغرض من المعده وممكن ننفذها بمعده ثانيه عادي جدا. اضاءه هارد لايت، كشات طبعا هتساعدنا ان احنا نقطع الضوء عشان ينور بس على الشخصيتين، فيبان ان هو خط اضاءه داخل من الشباك. احنا محتاجين بقى نطفي نضلم خالص. هنحتاج بقى هنبان شمال شويه، ايوه كمان، لا هتروح يمين. الاضاءه اللي تحت دي هنطفيها. احنا الاضاءه دي 5600 ولا 3200؟ هنخليها من 3200 ل 5600، وده عشان يعمل كونتراست مع لمبه الافاجوره اللي عاده بتكون 3200. هنرفع الاضاءه الكي بتاعتنا شويه، بوم بوم لفوق. احنا لما بنرفع الحاجه لفوق اسمها بوم، وطبعا حركه الاضاءه بتبقى شبه حركه الكاميرا، بان او تلت، نفس الكلام. وهنتلت داون بقى عشان نخلي التاثير اللي نازل على الحيطه ده هنكيشه بالكشف، الرسمه لتحت كده بالظبط. هننزل كمان، يعني اول ما نبدا نسبيل على الحيطه تمام. بس كده توقعنا ان احنا نكون كل ده في الضلمه واقع خالص في الشادو، كل اللي احنا شايفينه ده. فتعالوا نشوف كده في الفولس كولر. لما ندوس على زرار الفولس هتورينا ان كل المنطقه دي في البينك والبلو، معنى ان ده كله اندر اكسبوز. اندر اكسبوز يعني التفاصيل فيه كراجد، مش واضحه. طبعا احنا لسه عندنا التلفزيون، افكت التلفزيون، ولسه عندنا الباك. لما يكون فيه هيز هيأثر ازاي على الاكسبوجر؟ لان الهيز بيقلل الكونتراست في الصوره. وتعالوا نشوف ده تأثيره على الصوره ايه. ونشغل فولس كولر. طبعا بنلاحظ ان البينك ده معناه ان هو كراجد، فيبدأ يدخل في جزء ان هو يبقى بلو، فمعنى كده ان هو الاكسبوجر بتاعه بيرفع. نلغي الفولس كولر. طبعا بتحتاج ان انت توزعه في اللوكيشن، فممكن تقعد ترقص انت والممثلين. فدلوقتي التأثير بعد الهيز في قبل وبعد ده، بس احنا جربنا كده مع الكي، مع ضوء الكي. طبعا لو الكي ده مقطوع بشكل ما هيكون مرسوم زي ما انتم شايفين كده الشادو بتاع ايدي. يعني لو احنا عاملين اي شيب شباك اللي هو بيكون مقطع من الستاره مثلا، الضوء مقطوع من الستاره، هيديك رسمه الشيب زي ما انتم شايفين قدام ايدي كده. تعالوا نشوف لو استخدمنا اضاءه ثانيه، لو غيرنا الافكت ده ونخلي التاثير او الافكت شباك. فتعالى نعمل ده. يعني هنا احنا محتاجين نعلى اكسبوجر شويه. يعني لو فتحنا لما بين ال 2 وال 2.8 هيبقى الشيب بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طبعا هنا محتاج ان انا اخلي شكل الشباك يكون بالشكل الواقعي بتاعه، يعني مفيش شباك بيبقى من نقطه. فانا محتاج ان ده يبعد بقدر كافي عشان اول ما يظهر معايا في الفريم يبقى ظاهر بالحجم ده او اكبر. فاحنا ممكن نبعد حاجه بسيطه لورا. وطبعا برضو انا عايز اخر الافكت يكون هنا. لو المشهد مش ستايلستيك قوي او انا عايز اعمل حاجه غريبه في المشهد، فبحاول الاضاءه يكون باينه ان هي طبيعيه. افاجورات حاجه من الاثنين، يا تبقى على ديمر يا اما تبقى لا. احنا دلوقتي الافاجورات اللي معانا دي على ديمر، فهنبص عليها في الاكسبوجر في الفولس كولر هل هي لاسعه ولا لا. لو مثلا افاجورات بالشكل ده فهتلاقي ان الافاجوره هنا لاسعه، مفيش اي ديتيلز في الافاجوره، وده طبعا مش لطيف. طيب لو انا اضاءه الافاجوره عندي عاليه ومش على ديمر في اللوكيشن اللي انا موجود فيه، اقدر ان انا استخدم فلاتر. زي ما اتكلمنا عن الفلاتر هنستخدم ان دي. يعني تعالوا نشوف كده بشكل سريع. طيب هنستخدم وان ستوب. تعالوا نشوف لما نشغل الفولس كولر ده ان دي وان ستوب، ونلاحظ هنا في النقطه الجزء الاوفر اكسبوجر او الملسوع دايره منوره. لو انا مش معايا الافجورات او اللمبات بتاعتها على ديمر، اقدر ان انا احط ان دي، فنروح من اوفر اكسبوجر الى كوريكت اكسبوجر زي ما احنا شايفين قبل بعد. او ساعات ما بيكونش افاجوره، ممكن يكون في براكتيكال او حاجه متعلقه في السقف بس اضاءتها عاليه قوي. تعالوا نكمل باقي توزيعه الاضاءه بتاعتنا. حاجتين لسه ما ضفناهمش وهو الباك لايت، التي في افكت. ونروح برضو نشوف الاكسبوجر. يعني احنا كان كل الاريا دي عندنا في البنك اريا اللي هي المفروض اندر اكسبوجر، فهنا الى حد ما احنا رايت اكسبوجر. احنا كده ناقصنا حاجه واحده وهي الباك لايت. الباك لايت يكون في الاريا دي، يكون من هنا هيعكس على الاثنين. ده تاثير الباك لايت. ممكن نطفي ونشغل، يعني عايزين نشوف بس تاثيره. هنبص قدامنا يا جماعه للتلفزيون، ايوه
هنروح اون واوف. اوكي اوف تاني، اون. طيب هو عالي قوي، هننزل بقى ل 5%. اطلع حاجه بسيطه بس كده. طيب نطفيه، هنشغل بقى الشباك. اوكي نطفي، نشغل. طيب اخر حاجه هنشغلها وهي افكت التلفزيون. هو يعني ناخد بالنا ان هو مفلت الدنيا شويه، خلي الدنيا فلات، فنحاول ان احنا ننزله شويه. اوكي طبعا اللي احنا عملناه ان احنا بس غيرنا اتجاهه. خلونا ناخد فريم كده، يعني هنا الموضوع حقيقي اكتر كده. اعتقد الدنيا لطيفه ومش عامل فل بشكل كبير عليهم. خلينا ننور الشباك وننور الباك. طيب نعلى حاجه بسيطه، يعني يمكن التأثير ده مش لطيف قوي، لافت نظري اكتر هنا. ممكن نقرب ده شويه، خلونا نشوف كده الفريم شكله لطيف ولا لا. اعتقد كده الطف، وخصوصا ان احنا مبقاش عندنا الجزء اللي لافت نظرنا هنا. الموضوع كده بقى طبيعي اكتر. شكل الفريم ده كمان عامل حاجه لطيفه، ان مخلي الضوء واخد مساحه اكبر او شيب مربع. ده بيدي برضو ان الانعكاس هنا لما يكون مربع فحس اكتر ان هو تلفزيون. طبعا في حاجات اساليب ابسط من كده بكتير لو انت معكش نفس التولز اللي معانا دي. محمود هات الكشاف الصغير اللي معانا ده، نقدر ان احنا نعمله مانيوال بكل سهوله. ممكن قماشه بيضه، اي تي شيرت ابيض حطه على اي حاجه، هتخلي شخص كل اللي هو يعمله ان هو هيقرب ويبعد على الشاشه كده ما بين الافكت بتول اوتوماتيك او بكشاف زي ما احنا شايفين كده. يمكن بس حاجه وحيده اللي مضايقاني وهي الجزء اللي ورا ده ضلمه شويه. ممكن اي كشاف اضاءه بسيط نقدر احنا نعلقه جوه يعمل اي شيب بس للباك جراوند دي. كمان في حاجه مهمه، ان تاثير الهيز اللي احنا كنا عاملينه راح، فمحتاجين ان احنا نشغل الهيز تاني. طبعا احنا شغلنا الهيز عشان يرفع تاني من الاضاءه بتاعتنا، وكمان عشان يدي مود في الصوره. واستنوني الحلقه الجايه، ولو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك علشان تشوف الحلقات الجايه ومفيش حاجه تفوتك، وادعي لي دعوه حلوه من قلبك، واشوفكم الحلقه الجايه.